بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة والمعالي، أيها الإخوة والأخوات، ضيوفنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسمي وباسم منسوب الندوة العالمية للشباب الإسلامي من موظفين ومساندين ومتطوعين، أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعاً لتفضلكم بالمشاركة معنا في هذا المؤتمر الذي نسعد فيه بلقاء أحبة الندوة والعمل الخيري من العلماء والدعاة والمفكرين والعاملين في المجال الخيري والدعوي والإنساني. كما نسعد بحضور أهل الخير الذين يساندون رسالة الندوة الخيرة من حوالي 90 دولة حول العالم. فالحمد لله الذي جمع شملنا وألف بين قلوبنا وجعلنا مسلمين. أيها الأكارم، عقدت الندوة مؤتمراتها 11 السابقة لمعالجة قضايا شبابية، ومن ثم جاء عنوان هذا المؤتمر 12 وهو الشباب في عالم متغير، وذلك امتداد لتلك المعالجات، وهو يغطي 4 محاور تدور على الموضوع الرئيسي للمؤتمر. وقد أعلنت الندوة عن الموضوع منذ 2 وتسلمت عشرات البحوث والمقترحات حياله، واصطفت اللجنة العلمية مستعينة بالمحكمين المتخصصين من ذلك كله ما سوف ترونه في هذا المؤتمر بحول الله. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أن المؤتمر يعقد في ظروف دولية حافلة بالأحداث الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكرية، وقد صاحب ذلك انفتاح إعلامي غير مسبوق عبر القنوات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي، مما أحدث تغيراً كبيراً في الأنماط الفكرية والنفسية والسلوكية لدى الشباب، وهذا أمر يستدعي النظر في التغيير الحاصل وتجلية مفهومه ومعرفة سننه، كما يقتضي الوقوف بجانب الشباب وترشيد مسيرتهم والاستجابة لتطلعاتهم المشروعة في أمة تزداد بأن نسبة الشباب فيها هي الغالبة، فأمة الإسلام اليوم يشكل الشباب فيها أكثر من 50% من مجموعها. إن ما يجري في بعض أطراف عالمنا اليوم من أحوال فقر مدقع واضطراب سياسي واجتماعي متنام وتطرف فكري أو جنوح إلحادي لهو مما يقلق المعنيين بأمور الدين والفكر والشباب. فقد اشتدت وطأة الفقر على مجتمعات كثيرة، واضطربت أحوال بعض البلدان، كما انتقل الغلو لدى فئات من الشباب من طور الفكر إلى طور العنف، وخرج عن الوسطية التي تحترم حق الإنسان في الاختلاف والأمن والعيش الكريم. وولد هذا الفكر موجات مضادة في بلاد غربية عدة تدعو إلى نبذ الإسلام، وقد تعرض المسلمون فيها حقاً إلى مضايقات مستمرة. أيها الإخوة والأخوات، أيها الحفل الكريم، إننا لا ندعي أننا نمتلك علاجاً لهذه القضايا، لكننا نأمل من مؤتمرنا من خلال بحوثه وندواته ومحاضراته ومن خلال مشاركاتكم بعون الله أن يسهم في تشخيص أحوال الشباب في عالمنا المتغير، وأن يقدم مقترحات، وأن يسلط الضوء على تجارب شبابية ناجحة من أنحاء شتى من عالمنا
علها تكون نبراسا يقتدى به في العمل الشبابي. أيها الحضور الكريم، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على احتضان هذا المؤتمر وعلى تقديم كل التسهيلات له، كما نشكر السفارة المغربية في الرياض التي كانت يداً كريمة مؤيدة للندوة منذ بداية الأمر. وليس ذلك بغريب على المملكة المغربية، بلد العلماء والمفكرين وذوي العطاء المتميز والتاريخ الإسلامي العتيق. وختاماً أسأل المولى جل في علاه أن يتغمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بواسع رحمته، وأن يوفق خطى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده وحكومته لكل خير، وأن يعينهم على تقديم المزيد من الجهود في خدمة الإسلام والمسلمين. كما أود أن أشكر سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية، وبالذات سعادة السفير الدكتور عبد الرحمن بن محمد الجديع، فقد كانوا سنداً وعوناً لنا منذ أن وطئت أقدام أوائلنا هذه الأرض الطيبة. وكانت الخطوط السعودية هي الراعي الأول لهذا المؤتمر، وقدموا خدمات متميزة لضيوفنا في محطاتهم المختلفة في المملكة وفي الدار البيضاء. فلهؤلاء جميعا نقدم شكرنا، ونسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا وعن الشباب وعن الأمة خير الجزاء. أيها الإخوة والأخوات، أجدد الترحيب بكم جميعا، فحياكم الله، وإنا والله لنسعد جميعا بكم، آملين أن نقدم ما يحوز رضاكم، راجين الصفح عن أي تقصير يبدر منا على أي نحو، فالخطأ كما يقال من طبع الإنسان، والعفو والصفح من صفات الرحمن. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى